اهلا بيكم على قناة البورصات دي. النهاردة انا عامل فيديو زي ما بيقولوا كده ازاي تعمل الاي بلس سيت اب بتاعك، يبقى تبقى عينك على الهاي تايم فريم وتستخدمه ان هو يكون الترند بتاعك. طيب انا هنا عامل ايه؟ انا هنا فاتح الشارت على الاس ام بي على الوان داي، وزي ما انتم شايفين كده الوان داي او الشارت بتاع الاس ام بي مديني فيري 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 بولش حلو. طيب انا لما حددت الرينج بتاعي اللي هو هعمله قدامكم تاني هنا من اللو دي للهاي دي. تمام، هنا ال 50% منطقة الايكوليبريم انا معلم عليها اهو. اوكي، هشيل دي بس عشان محدش يتلخبط. طيب اللي انا عايز اقوله ايه من منطقة الايكوليبريم، او انا عايز منها ايه؟ اللي انا عايز من منطقة الايكوليبريم انا اعرف ان دي المنطقة اللي بيحب ان البرايس ينزل يريبرايس فيها، وطبعا علشان اديتكت حاجة زي كده لازم استخدم الرينج من اللو للهاي. تمام، ادي اول حاجة. طيب عشان احدد دخلاتي انزل على الفور اور بكل بساطة اهو. يعني الموديل كله مش هياخد 5 دقايق عشان اوريكم بس انا اقصد ايه. شايفين الفير فاليو جاب اللي على الفور اور دي؟ هعملها تاني قدامكم اهي. دي الفور اورز فير فاليو جاب، وده الايكوليبريم. هكتب عليه الايكوليبريم عشان الناس تبقى عارفه احنا بنعمل ايه. اوكي. اوكي. طيب انا هنا مستني ايه؟ انا هنا مستني البرايس نزل لمنطقه الايكوليبريم، عمل لي ريبرايس في الفير فاليو جاب. شايفين الرده؟ ده يقول لي ايه؟ ان احنا هنكمل نهانت الباي سايد اللي هنا. ادي ده الموديل بتاعي بكل بساطة وسهولة اهو. طيب لو حصل في الكيس التانية بقى، لو حصل وجي البرايس راح عمل لي اكيوميليشن هنا وكسر لتحت هنا، لقيت البرايس بيكسر لتحت هنا، هستناه يطلع تاني هنا واروح واخده سيل للحتة اللي تحت السيل سايد ليكويديتي اللي تحت دي. ده كده الموديل بكل بساطة وبكل سلاسة.